جريدة الأسبوع المغربي نموذج للأقلام الحرة اللي كتنقل مجموعة من الأخبار على مدار الساعة. أخبار اجتماعية وثقافية، أخبار رياضية وسياسية. جريدة الأسبوع المغربي نموذج للإعلام الناجح، ديما معكم من أجل تنوير الرأي العام. أهلا بكم سيداتي سادتي، هذا حمدي عبد الرحمن صديقكم وصديق الجميع، يحييكم هنا بمؤسسات الثانوية القاضي عياد الإعدادية بتشيرة الجهادية من أجل التغطية والمواكبة في أيام الثقافية تحت شعار المؤسسة التعليمية فضاء لترسيخ الهوية المحلية والوطنية من يوم الثلاثاء 16 ماي إلى غاية يوم السبت 20 ماي بمؤسسة التعليمية القاضي عياد لانضمت الأيام الثقافية بشراكة مع جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ المؤسسة، وبشراكة كذلك مع الجماعة الترابية للتشيرة الجهادية. وقد حضر إلى افتتاح هذا الحفل سيد مدير المؤسسة ومجموعة من الأساتذة والأستاذات، الآباء وأمهات التلاميذ والتلميذات، ومجموعة من الأطر التربوية والفنية والثقافية، إضافة إلى مجموعة من التلاميذ والتلميذات وفرق موسيقية من مختلف أنماطها، وكذلك ندوات ومعارض ومجموعة من الكلمات لكل مشاركين ومؤطري مجموعة من الندوات. مؤسسة القاضي عياض إذن بإضافة إلى القراءة والتعليم انخرطت في مجموعة من الأنشطة مختلفة ومتنوعة تهم أطفال والتلاميذ وتلميذات هذه المؤسسة من أجل تنمية قدرات التلاميذ والتلميذات. وكما تشاهدون سيداتي سادتي، مجموعة من الأساتذة والدكاترة يؤطرون الندوات الفكرية والثقافية وبيئية. في صباح يوم الأول إذن تم افتتاح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم ونشيد الوطني المغربي. بعد ذلك كلمة المديرية الإقليمية، كلمات السيد مدير المؤسسة، ثم كلمة باسم الأندية التربوية، وكلمات السيد رئيس جمعية الآباء. بعد ذلك فقرات موسيقية من تقديم التلاميذ وتلميذات المؤسسة، ثم ورشة حول حسن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي تحت إشراف كل من الأستاذة سعاد الحياني وبمشاركة الدكتور المهدي شرات أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بأيت ملل. وفي الفترة المسائية شارك الجميع في رسم الجداريات من إنجاز تلاميذ قسم الثانية إعدادي مسار دولي، ثم معرض تشكيلي لتلميذ إكرام بوتوهوت مستوى الثالث إعدادي. وفي الفقرة الأخيرة من يوم الأول التقى التلاميذ مع السيد عبد الرحمن الرئيس حول تجربته في صناعة المحتوى الهادف، عرض ومناقشة
حلقة برنامج العائدون تحت عنوان معلمي من إنتاج وإخراج صانع المحتوى السيد عبد الرحمن الرئيس. تابعوا معنا التصريحات اللي خديناهم يوم الأول من هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تلاتي ديال بايا اسماء المؤسسه القضائيه الا درنا غصاد النشاط الثقافي الا جيز مجموعه اسم كان بكري نيمال جيز عده الانشطه الثقافيه الا جيز الورشات الرسم الغناء الطرب مجموعه الاشكال الانشطه بغصة زعما نزري يعني نشاطي فولكين بهرة تتزرم هاد الفيديو المؤسسة القضائية أركز يتيلي العدة النشاط الثقافية زود المسرح زود الغناء الطرب زود النشاط زود الفن الورشة الرسم أركز يتيلي كل شيء يعني دركز نستفاد كريقة تسكواز دركز يتيلي عدة الأشكال الأنواع المؤسسات القضائية دركز نتمون كله يعني التلاميذ الاصدقاء كله باش نسكريا النشاط يفولكين باش نستمر غايد النشاط اشكو صراحه كيز نستفاد بزاف لان كوني لا التلاميذ لا الاساتذه يعني حتى كان تحضر حتى ولي الامر كل شيء غايد انكرها زعما بدا يستمر ضروري تحشم ربي. القريوي استاذ ماده الاجتماعيات ومنسق انشطه الحياه المدرسيه بالمؤسسه. إذا تنظيم المؤسسه الثانويه الاعداديه القضائيات بشراكه مع جمعيه اباء وامهات التلاميذ والمجلس الترابي للتشير الجهاديه الايام الثقافيه تحت شعار المؤسسه التعليميه فضاء لترسيخ الهويه المحليه والوطنيه طيله ايام 16 و17 و18 و19 و20 ماي الجاري بفضاء المؤسسه. يتضمن نشاط او يتضمن برنامج الايام الثقافيه مجموعه من العروض والندوات والمسابقات والورشات وكذلك اللوحات وسيشهد حضور دكاتره جامعيين واساتذه وكذلك اعلاميين بارزين وصناع محتوى. كذلك ستشهد المؤسسه مجموعه من الانشطه عروض ندوات ورشات لوحات من انجاز التلاميذ وسيعرف حضور اساتذه دكاتره واساتذه جامعيين وكذلك اعلاميين ومؤثرين وصناع المحتوى. بالنسبه اليوم في الصباح تعطت الانطلاقه ديال الايام الثقافيه بحفل الافتتاح اللي كانت فيه كلمات افتتاحيه ديال المؤسسه التعليميه المديريه الاقليميه الجماعه الترابيه وجمعيه الاباء وكلمات ديال الانديه. تلاها حفل موسيقي مجموعه من اللوحات الموسيقيه الفنيه التي قدمها تلاميذ المؤسسه. منذ قليل انطلقت واحد الورشه حول حسن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي تحت اشراف استاذه بالمؤسسه ودكتور جامعي استفاد منها حوالي 25 تلميذ على ان تستمر الانشطه في الفتره المسائيه باستقبال صانع محتوى يتعلق الامر بعبد الرحمن الرئيس لتاطير التلاميذ في ورشه تحت عنوان المحتوى الهادف. بالنسبه للبرنامج يوم الاربعاء سيشهد قراءة شعرية في الصباح وأمثال شعبية باللغة الأمازيغية والعربية وكذلك الحسانية وبالفرنسية والإنجليزية. بالنسبة للفترة المسائية ستعرف عرضا للأزياء التقليدية الأمازيغية من إنجاز تلاميذ المؤسسة على أن تتواصل الأنشطة الأخرى. اليوم الخميس سيشهد ندوة محلية حول موضوع ظاهرة تزنزرت بين الماضي والحاضر وسيؤطرها دكاترة جامعيين وستعرف كذلك تكريما لعضو من اعضاء مجموعه إزنزار على ان تكون الفتره الصباحيه مخصصه لعرض حول موضوع شجره الاركان بمناسبه اليوم العالمي للاحتفال بشجره الاركان. كذلك يوم الجمعه سيعرف او سيشهد عرض فيلم تربوي ومناقشته يتناول موضوع الذكاءات المتعدده واهميه الأهمية لها. وسيتم اختتام فعاليات هذه الأيام الثقافية يوم السبت صباحا.
السلام عليكم. معك الاستاذ المهدي الشراط، استاذ بكليه العلوم التطبيقيه بآية ملول. اليوم تنحضروا لواحد الورشه اللي هي تحسيسيه وتعريفيه بالمواقع التواصل الاجتماعي لفائده تلاميذ الثانويات القاطعيه بالتيره الجهاديه. دونك هذه الورشه تنحاولوا يعني من خلالها انه نخليو يعني التلاميذ ديال هذه المؤسسه يعني يعرفوا كما قلت بهذا المواقع التواصل الاجتماعي وبالامثله على المواقع والمخاطر والكيفيه ديال يعني الامنه اللي ممكن اننا نديروها يعني الا بغينا نستعملوا هذا الموقع التواصل الاجتماعي يعني سواء في الفيسبوك، في الواتساب، في تويتر الى اخره. وهذه الورشه بطبيعه الحال تتهدف الى يعني التوعيه ديال هاد التلاميذ هادو من اجل بطبيعه الحال انهم يستعملوا هذه الوسيله بشكل اللي هو يعني امن، ويعني بطبيعه الحال نحميوهم من المخاطر ديال هذه الوسيله الاجتماعيه. تبارك الله بالنسبه للتلاميذ يعني ديال يعني الفئه اعتقد يعني العمريه ديالهم بين 12 سنه و15 سنه، والملاحظ انهم عندهم المام كبير بهذه الوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء تيتبين من خلال الاجوبه ديالهم، وبالتالي لقينا واحد التجاوب كبير بالنسبه لهاد التلاميذ هادو، ويعني وبالتالي يعني شي حاجه اللي هي سهلت لنا الاموريه في هذه الورشه يعني التحسيسيه والتوعويه. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ إبراهيم أنفلوس، أستاذ الثانوية الإعدادية القاطعية. كما جرت العادة الثانوية ديالنا القاطعيات كتحتفل بالأيام الثقافية اللي هي سنة سنوية اللي كتحتفل فيها مختلف الأندية ديال المؤسسة بالأنشطة ديالها، وهي فرصة كذلك للتلاميذ ديالنا باش يكون عندهم الإلمام بالأنشطة ديال الحياة المدرسية اللي كيتعلموا فيها كيفاش يتعاملوا مع مختلف القضايا. وكما كتشوفوا في البرنامج ديالنا اللي هو كيمتد من يوم الثلاثاء اللي فيه أنشطة متنوعة، اللي فيها الأنشطة ديال النادي البيئة والنادي الثقافي والنادي الرياضي. وغادي نشوفوا بأنه كما في الشعار ديال هذه الأيام هذه المؤسسة التعليمية فضاء لترسيخ الهوية المحلية والوطنية. غادي نشوفوا فيها بأن كما شفتوا في الأمسية الأولى الافتتاحية في هذا المعرض هذا، وفيه مختلف الرقصات الأهازيج الشعبية، وفيه كذلك هذا العرض اللي ختمناه اللي حضر فيه الدكتور المهدي الشراط اللي كان أستاذ سابقا هنا في القاطعيات قبل ما يلتحق جامعة ابن زور، اللي علم التلاميذ بعض التقنيات ديال التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفاش انه ما يكونوش ضحيه ديال هذه القرصنه مثلا ولا المعلومات ديالهم الشخصيه ولا تلاعب بهم، خاصه انهم قاصرين. وغادي نشوفوا انه في المساء ان شاء الله غيكون عندنا واحد النشاط يحضر فيه واحد صانع المحتوى اللي هو عبد الرحمن الرئيس. غنشوفوا كذلك التفاعل ديال التلاميذ ديالنا مع كيفاش مثلا صناعه المحتوى كيفاش كتتم. وغدا ان شاء الله غيكون كذلك انشطه اللي فيها مثلا العلاقه بتزنزار فن الروايس. وغنشوفوا كذلك في الايام القادمه الاحتفال بشجره الاركان يوم الخميس اللي غيحضر فيها كان اساتذه جامعيين اللي غيبينوا لنا الفوائد ديال هذه الشجره المباركه. وفي الختام ان شاء الله يوم السبت غادي نختموها بواحد الصبحيه اللي هي غتكون جامعه لهذه الانشطه كلها. ونتمنوا ان التلاميذ ديالنا يستافدوا من هذه الانشطه هذه في الحياه ديالهم اليوميه، كذلك باش ينساو شويه ذاك الروتين اليومي ديال التعامل مع الدروس والحفظ وكذا، لان هنا كيتعلم فيه كما قلنا الحياه المدرسيه هي تجسيد للحياه الواقعيه، داك الشيء كامل اللي كيشوفوا الانسان والتلميذ في المجتمع كنجسدوه هنا حنايا في هذه الانشطه هذه اللي تيفجروا فيها التلاميذ المواهب ديالهم. شحال من تلميذ ما كتعرفش بانه مثلا راه عنده ميولات اخرى، الا ما كانش كيخدم واحد الماده معينه راه تتلقى عنده الميولات في المجال الرياضي ولا في المجال الفني ولا في المجال الاجتماعي. وهذا هو الهدف ديال هذه الانشطه كامله.
وكنشكروا كاع المساهمين في هذا النشاط، من جمعيات الاباء، من مجلس بلدي، من انتم كصحفيين اللي جيتوا باش تغطيوا هذه الانشطه هذه. وشكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم ديالي هاجر مروان، كندرس في مؤسسة القضائيات اللي واحد المؤسسة متنوعة من حيث الثقافة، كتقدم أنشطة زوينة. بحال اليوم درنا هاد الأيام هذه درنا أنشطة ثقافية صالح التلاميذ ديال المؤسسة، كنتلاقاو فيها مع أساتذة باحثين مع تلاميذ، كنقدموا ورشات ثقافية. كنتمنى هاد العمل هذا يستمر على نفس المنوال. وشكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم كلهم يسمع القناه. المهم نديرو فرقه البكافي مال لان مقابل حمسنا العربي بالضبط. رايت بكافي مقارنين نكون العمى من حل جدادنا حد عندي في الطورة. الحمد لله اي حنا تابع عندي ديال التعليمي ميكسيميك دراسه هنيت اللي حنا قاعده ممكن القضائيات مشكل باش نشارك. حمسنا يوم المقابل ديال حفل صندوق مشكل نشارك ديسن مشكل غير نشارك ديس. حمسنا الحفله اللي سكرن. الحمد لله. نكون المهم تا العمام هدا جدنا علي تاوني دا نحقي الجمعيه الحمد لله. نطنطا الجمعيه هنا عيت بكابي تقناوا نتشارك الحفلات، نتشارك حتى المغربيين، نتشارك الحفلات كلشي الاسم الجمعيه. يعني تا وانا يحتاج يعني كدير غير يفتوا على الجمعيه اسي الطلبه باذن احسن كوني مع جلسنا نمزيزو ونوفا تحكي حيك لينا يعني راح شجع نتني مسنا غراس اللي خصها غايمي حمل المانسكا تي غريب بعدا هي الاولى عاد باش غادي كاع هوايه يعني زوار شجعني خص الزوار نقرا بعدا الاولى نقرا مزيان ان شاء الله باش نسلك اشكون باش غنسلك كوني تسمكينا اسم كان وانا تنسلك ماشي هو نوي غير انا كيطبز اسم كان يعني نغب يقبلنا مطبيبي الاستاذ يقسمك نفس الوقت ماشي يقسمك غير ولا والو تلح الصوره اسمك يعني خصها قبل غاني خصها بلا اي غاب متقف غابت كلشي فدابا ياسي قال اسمها ايوا يتسمكين هذا باش تنسلك يعني تا كنا كيتكون صحافي كنا تسيت تصبرا ولا كنا تسيت اي بلاصه هاتي خصها مثلا تجمعات خصها من شكل حاجه يعني خصها تكون تغريت باسكو تاكناوي تا كيتسلك من منا وتلبلايص كيتسلك من الخارج تكون الحوايج ولكن لا نقيس بعد الميت والتصدير في عافيك كان شكون يغرا ولا والو يعني خصنا ما يغرا باش هذا سميتو. جريدة الأسبوع المغربي نموذج الأقلام الحرة اللي كتنقل مجموعة من الأخبار على مدار الساعة، أخبار اجتماعية وثقافية، أخبار رياضية وسياسية. جريدة الأسبوع المغربي نموذج الإعلام الناجح، ديما معكم من أجل تنوير الرأي العام.